تخيلوا ان ب20 جنيه بس هنعمل بغيشة بالمنظر الخطير اللي انتوا شايفينه ده. حاجة مقرمشة بطعم وريحة زمان، وريحة السمنة البلدي مش قادرة اقولك على ريحتها عاملة ازاي. خطيرة يا جماعة بجد، تحفة وتدوب دوبان في البق من اول لقمة. لقوا ايه؟ بسيطة وسهلة، في 10 دقايق تكوني خلصتيها، وريحتها هتقلب الدنيا. لو انت جايلك ضيوف هتقومي تعمليها في ثواني. ولو انتي اول مرة تشوفيني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. هنبدأ اول حاجة عندنا، هنجيب 2.5 معلقة سمنة كبار نسيحهم. سمنة بلدي، سمنة عادية اللي موجودة عندك استخدميه. وهنضيف عليهم 2 معلقة كبار من السكر البودرة، عليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهي دي المكونات بتاعة الوصفة بتاعة النهاردة. والكينج بتاعنا طبعا الجلاش. هنقلب دلوقتي السكر مع السمنة مع البيكنج باودر، ودوبناهم بقوا عملوا زي الحليب المكثف كده. هنبدأ دلوقتي نفرد الجلاش. هناخد ورقتين ورقتين. اول ورقتين هناخدهم معانا، ونلف الباقي في فوطة علشان يفضل محافظ على الطراوة بتاعته وما ينشفش. لفة الجلاش دي على فكرة كانت عندي في التلاجة وكانت بايتة، قلت استخدمها. طلعيها لو عندك لفة جلاش مركونة، طلعيها واعمليها بالطريقة دي، خطيرة وهتعجبك جدا. بتفردي اول ورقة وتدهنيها بالخليط اللي احنا عملناه بتاع التوريق، وبعد كده بتجيبي الورقة التانية تفرديها عليها وتعملي نفس الطريقة. بتفردي برضو الورقة وتحطي عليها الخليط بتاع التوريق، وحاولي توزعيه كويس على الورقة بتاعة الجلاش، عشان هي دي اهم خطوة احنا بنعملها. هي دي اللي هتحافظ على التوريق اللي انت شفتيه في اول الفيديو. هيبقى الجلاش بتاعك عامل زي الفطير كده، وهش وطري جدا من جوه وناشف من بره. هنبدأ ان احنا نلف الورقة على بعضها زي ما انت شايفاها بالمنظر ده، وبعد كده هنتنيها كمان تانيتين برضو زي الظرف كده بالظبط. هتطلع معاكي بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. هنحطها ونعمل واحدة كمان. نفرد اول ورقة جلاش ونبدأ ان احنا نحط خليط التوريق، ونبدأ نوزعه كويس جدا علشان يورق معانا ويبقى هش كده، ويتنفخ معانا من جوه ويبقى زي البغاشة اللي احنا شفناها في اول الفيديو. هنحط تاني ورقة ونعمل عليها نفس الطريقة برضو، ونفرد عليها خليط التوريق. اهم خطوة يا جماعة ان احنا نفرد السمنة كويس اللي احنا عملناها في اول الفيديو بالطريقة دي، وبعد كده نلف ورقة الجلاش ونبدأ نتنيها على بعض بنفس الطريقة دي. أظن طريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش أي حاجة ولا فيها أي حركات. هتدهني بقى الورقة بعد ما تتنيها على بعض بالمنظر ده عشان تورق من جوه أكتر، وبعد كده اتنيها على بعض زي الظرف زي ما احنا عملناها في أول طريقة. كده احنا هنعمل لفة الجلاش كلها بنفس الطريقة ديت. هتطلع معانا الكمية اللي انتي هتشوفيها قدامك. لفة الجلاش عملت لنا 6 وحدات، بس 6 وحدات هتشوفيهم خطيرة، منفوخة كده وهشة جدا ودسمة جدا، بس في حتة تانية. بقى معايا شوية من السمنة الخليط اللي انا عملته في الاول، هدهن بيه الوش. هدهن الوش كده زي ما انت شايفاه، وهدخلها الفرن على رف اوسط، وهقيد النار من تحت بس، وهسيبها لحد ما تحمر زي ما انت شايفاها وتتنفخ كده. وبعد كده هقيد الشوايه ثانيتين بس، وهتديكي اللون الجميل ده، وتبقي واقفه قدامها عشان الجلاش ما بيستحملش في التسويه. الشربات بتاع الجلاش 1.5 كوباية سكر، عليهم 1 واحدة من الميه، نص ليمونه هنعصرها عليهم، وبعد كده قبل ما هنطفي هنضيف عليها كيس من الفانيليا، ويبقى معانا احلى شربات. الشربات مدته بس 5 دقايق مش اكتر من كده علشان الشربات ما يعقدش معاكي. هيطلع معانا الجلاش هش ومقرمش وطري شوية من جوه عامل زي الفطير. وخلي بالك ان الجلاش بيطلع سخن وبنحط عليه الشربات يكون بارد جدا. لازم الشربات تعمليه وتسيبيه يبرد قبل ما تبدأي في الوصفة اصلا، وبعد كده اول ما الجلاش يطلع سخن هنسقيه بالشربات بارد. انا باكد على الخطوة دي علشان الجلاش يحافظ على القرمشة بتاعته ويطلع معاكي زي ما انت شايفاه، ومهما يقعد معاكي هيفضل مقرمش ومش هيطرى ولا هيعجن من جوه ولا اي حاجة. انا هفتحها قدامك هتلاقي احلى بغيشة ممكن تاكليها، احلى من الجاهزة بجد. بصي مقرمشة ومن جوه مورقة، عاملة زي الفطير بجد يا جماعة، لازم تجربوها. تحفة، عجبت الأولاد جدا. لو عجبك الفيديو دوسي لايك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، ومتنسيش تسيبي كومنت حلو زي كده بالظبط.